إزاي تنطق English زي الأمريكان أو إزاي تقلد الأمريكان accent. الحقيقة الفرق بين الBritish accent أو الأمريكان accent يعتبر شيء ما لوش لازمة، بمعنى إن أنت عشان تتكلم English مش شرط تتكلم أمريكان accent والّا British accent، عادي اتكلم English وخلاص حتى باللهجة بتاعتك، لكن في ناس بتحب إن هي تقلد الأمريكان accent أو تقلد الBritish accent حُبًا حُبًا في اللهجة نفسها. لكن هو مش شرط عشان تتعلم English أو تتكلم English إن أنت تكون مُتقِن لهجة فيهم، لأ عادي أنت بتتكلم باللهجة بتاعتك بس English صح. دلوقتي الAmerican accent فيها بعض الأصوات اللي هي ممكن تميّز الAmerican accent زي أول حاجة صوت الR R اللي هو زي مثلًا كلمة rabbit، بعد كده صوت الL زي lamb أو lamp، بعد كده صوت الTH زي حرف الذال في اللغة العربية، زي كلمة they، أو ممكن يتنطق ث زي thick thirsty، بعد كده صوت زي كلمة car، وبعدين صوت زي كلمة cat، وبعد كده صوت O زي كلمة home go، وبعد كده صوت الflapty اللي هو صوت بين صوت الد وبين صوت الت، بيتنطق د، زي كلمة water أو butter. بعد كده لازم تتعلم 5 جُمل يوميًا على الأقل. بتجيب مثلًا المسلسل أو فيلم الأمريكان، يُفضّل يكون مسلسل زي مثلًا مسلسل Friends، فأنت بتختار بعض الجُمل اللي طلعت بيها من الحلقة وتقعد ترددها في نفس اليوم، أو تردد ورا الممثلين بنفس الtone وبنفس الإحساس، بنفس الأداء. بعد كده اسمع podcast أو مسلسل أمريكان زي مسلسل Friends أو أي مسلسل أمريكان أنت بتحبه. حاول تقلد الممثلين في حركاتهم، في الأداء بتاعهم، في الموقف، في المشاعر وهُم بيتكلموا وبيقولوا الجُمل، حاول تقلدهم لإن الطفل لمّا ييجي بيتعلم بيقلد الأب والأم والأصدقاء والبيئة المحيطة بيه بنفس المشاعر وبنفس الحركات، فأنت لازم علشان تتقن لهجة معينة لازم تتقن آمم المشاعر أو يوصل لك إحساس اللهجة. مش مجرد أنت بتردد وخلاص لأ، أنت ممكن تقلد الممثل نفسه في التمثيل، في المشاعر، في الريأكشنات بتاعته، بنفس الجمل، بنفس نبرة الصوت علشان توصل للAmerican accent. بعد كده التفكير بالEnglish، حاول على قد ما تقدر إن أنت تفكر بالEnglish، يعني مثلًا ما تترجمش اللي في دماغك بالعربي وبعد كده تقول بالEnglish لأ، حاول على قد ما تقدر تسمع كتير وتتفرج على أفلام كتير، كل ده هيساعدك إن أنت تفكر بالEnglish. يعني أول ما تيجي تفكر في حاجة بالعربي عشان تترجمها English لأ، خُد وقت وابدأ فكّر بالEnglish، اتكلّم بالEnglish كتير، اسمع English كتير، هتلاقي نَفْسك بتفكّر بالEnglish، وطالما فكّرت بالEnglish أو اتعوّدت إن أنت تسمع كتير أو تتفرّج على English كتير American English، واتعوّدت إن أنت تسمع American English كتير، دماغك تلقائي هيبدِّل العربي أو الEnglish القديم بتاعك بالEnglish الجديد اللي هو الAmerican accent، وهتقدر تتكلّم بمنتهى الطلاقة. تقريبًا دي كانت أهم النُقط في إن أنت إزاي تتعلّم الAmerican accent أو إزاي تتعلّم تتكلّم زي الأمريكان. استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله، وحاول على قد ما تقدر تسمع مسلسلات، أفلام، أغاني، محادثات، أو حتى محاضرات، أو حتى وأنت رايح الشغل بتسمع الراديو، آمم، تسمع قنوات زي CNN أو أي برنامج زي أمريكي. سلام.